كانوا زمان يقولوا لنا ايه؟ اللعبه اللي انت متعلق بيها ارميها. ليه؟ لانك طول الوقت هتبقى خايف ان هي تضيع او تتكسر، فبالتالي مش هتعرف تستمتع بيها، مش هتعرف تلعب بيها، هتلعب بيها وانت خايف. فارميها افضل، شوف لعبه تانية ما تكونش متعلق بيها وحاول تستمتع بيها، لان التعلق بيعذب. ابن القيم كان يقول كده: من تعلق بشيء عذب به. لو اتعلقت بحاجه هتشوف عذاب في الحاجه دي، لانك طول الوقت هتكون خايف تخسرها. زي بالظبط العلاقات، لما بتتعلق بحد تعلق مرضي انت مش بتكون مستمتع بالعلاقه، انت طول الوقت بتفكر في الشخص ده. الشخص ده بقى هو مصدر السعاده الوحيد بالنسبه لك، بقيت طول الوقت خايف تخسر الشخص ده، بقى زرار الموت بتاعك في ايد الشخص ده. قالك كلمتين حلوين يا سلام تبقى طاير من على الارض طير، تبقى فرحان قوي ومبسوط قوي، اعلى درجات السعاده والانبساط. الشخص ده قالك كلام مش كويس او قالك كلام جارح او اتخانقت معاه، بتلاقي نفسك في اكتئاب وفي حزن شديد جدا. الشخص اللي بيتعلق ما عندهوش اللون الرمادي، الحياه عنده يا اسود يا ابيض، يا اما فرحان قوي 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 يا اما متضايق قوي 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 قوي. لكن ما عندهوش اللون الرمادي ده اللي هو عادي، ممكن قشطه يعني، في ممكن اكون زعلان شويه ممكن اكون فرحان شويه. ما عندهوش حته الزعل المتوازن او الفرح حتى المتوازن، لازم تبقى مشاعره متضاربه تماما. فعلشان افك تعلقي بشخص، اول حاجه لازم اعملها ان انا اخلي الشخص ده جزء من حياتي مش حياتي كلها، يعني اخلي في مصادر سعاده تانية ليا، ولازم اكون انا الشخص اللي بسعد نفسي، مش مستني حد يجي يساعدني. تاني حاجه يبقى ليا جوانب تانية في حياتي مهمه جدا، احاول اشغل نفسي بحاجات تانية في حياتي، زي مثلا صحابي، زي اهلي، زي نفسي، ان انا اقعد استأنس بنفسي، زي شغلي، زي علاقتي بربنا. اي نعم الشخص اللي معايا في العلاقه يكون ليه الجانب الاكبر، بس ما يبقاش هو كل حياتي، ما يبقاش هو الشخص مصدر السعاده الوحيد بالنسبه لي. ده غلط جدا. السعاده هي حاجه داخليه. التعلق بقى مشكلته ان هو مش بيخلي السعاده داخليه، بيخلي السعاده خارجيه. ومش بس كده، دي بتكون في ايد شخص معين بس، فسعادتي بتكون في ايد شخص معين. ساعتها اعرف ان انا متعلق تعلق مرضي. فاول حاجه لازم يكون ليا جوانب تانية في حياتي، مش الشخص ده بس هو اللي في حياتي، ما اعزلش نفسي عن العالم. تاني حاجه ان اراقب مشاعري كويس جدا، ويكون في توازن في مشاعري، ولا افرح قوي ولا ازعل قوي، اعيش في المنطقه الرمادي الحلوه دي الهاديه. تالت حاجه احسن علاقتي بنفسي زي ما قلنا في اول المحاضره. دول 3 حاجات مهمين جدا ممكن يفكوا التعلق بيني وبين الشخص اللي انا متعلق بيه.